السلام عليكم. الفيديو ده هيكون مختلف عن الفيديوهات اللي قبل كده، لان مش طالع اقول فيه معلومة زي ما انتم متعودين. لا، انا طالع اتناقش فيه في بعض القضايا اللي بتمس المواطن واللي مسمعة في الشارع المصري، ونطلع كام شخص كده على المسرح، لان في ناس غالبا اهاليهم نسيت تربيهم فبقوا مطلوقين علينا ومنتشرين بالشكل ده. مش عايز اطول في المقدمة اكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الحلقة. اول قضيه هنتكلم فيها هي قضيه حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب. انا مش عارف والله ليه الناس ظالمه حسام، برغم انه طلع ووضح وجاب فيديوهات لشيرين وهي بتشتمه شتايم وحشه وبتستفزه. طبيعي اي عيله يبقى فيها مشاكل، بس الغلط اللي هم عملوه انهم طلعوا المشاكل دي بره، فبقت الناس تقولك ده حسام اللي ظالم، لا شيرين اللي ظالمه، فبقى الموضوع اللي باين في بق الناس. هما لو ناصحين يحلوا المشاكل دي ما بينهم وما بين بعض من غير فضايح قدام الناس ومن غير ما حد فيهم يسوق من صورة التاني. يعني عندك مثلا رضوى الشربيني طلعت تشوه في صورة حسام وتتكلم عنه وحش. هي مش همها القضية ولا حاجة، كل همها انها عايزة تنصر المرأة، وانت قوية ومش محتاجة راجل وشوية الكلام الهبل بتاعها ده. رضوى بتهدم بيوت كتير وهي مش واخدة بالها، بان هي دايما واخدة صف الستات حتى لو هما الغلطانين. المشكلة ان في اعلاميين بيستخدموا منصتهم الإعلامية بشكل خاطئ في إرسال أفكار مغلوطة للمشاهد والتركيز على نقاط تافهة وترك النقاط الأساسية. فالإعلام في مصر عامة محتاج يحصل فيه تغيير جذري وحقيقي، عشان احنا فعلا محتاجين ده. الشخصية اللي معانا بعد كده هي شخصية كل ميزاتها إنها معاها فلوس بتشتري وتبيع في الناس زي ما هي عايزة. شخصية استثماراتها دايما في الاتجاه الخاطئ. شخصية أفسدت السينما والإنتاج في مصر أكتر ما هو فاسد. الشخصية دي هي المستشار تركي آل شيخ. دلوقتي انت طالع تقول انا صارف ملايين الدولارات في انتاج فيلم ولاد رزق وغيره. طب الفلوس دي مش كان اولى انك تطعم بيها الناس في غزة، او حتى تساعد في توفير سبل الراحة للحجاج بدل ما هما بيروحوا الحج يموتوا كده، او تساعد بيها شباب وبنات كتير نفسهم يعرفوا نفسهم ويتجوزوا ومش عارفين؟ لكن ازاي احنا نروح نصرفها على اعمال دنيئة ومنحطة لا ولا تسمن ولا تغني من جوع؟ وانا برضه بستغرب الناس ازاي بتروح تتفرج على السفالة دي. احنا مش هنسمح باي اعمال مسيئة لمصر باي شكل، لازم تعرف كده كويس. ان شاء الله الفلوس اللي انت بتصرفها في الشهر دي هتولع بيها في نار جهنم، وبس كفايه عليك كده. حابب اتكلم في نقطه مسمعه برضه، وهي الانتخابات الرئاسيه الامريكيه. من فتره كان في مناظره ما بين الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ورئيس امريكا الحالي جو بايدن، واللي ظهر فيها بايدن بمظهر ضعيف جدا وتهنيج ولحظات صمت وحاجات غريبه كده. المشكله مش في كده، المشكله ان بعد ما خلصت المناظره وظهر ضعفه امام منافسه دونالد ترامب وهو شغال تقريح على ترامب. الله ينور. بص انا عارف انك عايز تكسب الانتخابات، بس الموضوع مش بالعافيه. فكر في مستقبل بلدك قبل ما تفكر في نفسك، وخف تقليح على ترامب شويه بقى. ها، اخر حاجه حابب اقولها وهي ان في فيديوهات منتشره للبنات اليومين دول، مش هقول اساميهم طبعا، يا ريت ما تساعدوش في انتشار الحاجات دي. لو هما بنات مش محترمين خليكوا انتوا محترمين وما تروجوش للفواحش بالشكل ده. كل اللي عليك تعمله لو قابلك حاجه زي كده انك تدعي للناس دي بالهدايه وتغض بصرك وتحافظ على نفسك. محدش عارف هيموت امتى، وكلنا شايفين موت الفجأة بقى منتشر ازاي، والشباب ممكن في اي لحظة يرجع للي خلقه. ولا انا في احمد رفعت خير مثال. اللهم ارحمه وثبته عند السؤال. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.